طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، والبلاد تحتفل بأعياد الاستقلال. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الاستقلال. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. حفلات شعبية تشهدها البلاد بعيد الاستقلال. إقليم شمال البحر الأحمر يحتفل بعيد الاستقلال. إقليم عنزة يحتفل بالذكرى 32 للاستقلال في كرن على مستوى الإقليم. الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا يحتفلون بعيد الاستقلال. من العناوين إلى التفاصيل. احتفلت البلاد بالذكرى 32 للاستقلال تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة في حفل رسمي نظم في استاد أسمرة بعد ظهر اليوم. وأوضح رئيس لجنة الاحتفالات السفير زمر تخليف في الحفل الذي بدأ بتحية الشرف للرئيس سياس أفورقي وذكرى الشهداء أن الشعب الإريتري ظل يحتفل لشهرا بمعنويات عالية واعتزاز وطني بعيد الاستقلال. وقدم الشكر والتقدير لجماهير الشعب المشاركة التاريخية خلال جولة كأس هدية الاستقلال والتعاون والدعم من جميع المؤسسات. وقال الرئيس سياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها: يتم الاحتفال بيوم استقلالنا هذا العام 2023 في منعطف تاريخي حيث تعزز استقلالنا وسيادتنا وتماسكنا الوطني. تخطو مسيرتنا الحسيسة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة. وأوضح أن الحيلة التي استخدمها قوى الهيمنة العالمية وزمرة واشنطن وحلفائها خاصة ضد تحررنا واستقلالنا لحقبة 3 أجيال على مدار 80 عاما الماضية هي تأليب إثيوبيا وإريتريا ضد بعضها البعض والتحريض على الحرب بلا انقطاع. والحقيقة أن هذه الحيلة لا تعمل وغير مجدية. وخلال الأعوام ال5 الماضية وفي الوقت الذي قيل فيه بأنه تم فتح صفحة جديدة فإن واشنطن وبهدف نقض التطور الإيجابي قامت ب3 هجمات عسكرية ضخمة من خلال وكلائها. وبما أن هذا الهجوم الأخير الثالث تم دحره بتصدي منسق وموحد فإن هذا التطور وبالرغم من بعض المخاوف أصبح عبرة يضع فيه الشعبين الأمل والتفاؤل لسلام مستقبلي دائم والمجد لقوات الدفاع الإريترية. إن شعوب أفريقيا وبطبيعة الحال شعوب القرن الأفريقي بحاجة إلى تنمية ودعم أطر التكامل القاري والإقليمي من أجل الحفاظ على استقلالها وسيادتها. وهذا ليس خيارا وإنما ضرورة ملحة. وهذا ما دفع حكومة إريتريا إلى بذل جهود دؤوبة في 30 سنة الماضية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومشترك لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وأعمال التخريب والتكامل الإقليمي. ورغم وجود التطورات المختلفة التي تنشر الأمل والتفاؤل ظهرت حالات مقلقة تستدعي الاهتمام تمثلت في الصراع المسلح الذي اندلع في السودان. وقال أن تقييم الوضع الداخلي الواعد وتقدمه رغم بعض التطورات الإقليمية المقلقة واتجاهاتها المستقبلية من منظور وارتباط وتأثير التطورات الدولية الحالية التي يبدو أنها تنجذب بشكل متزايد نحو أزمة عالمية. موضحا بأن حلف الناتو المنحل بقيادة زمرة واشنطن والتحالف المالي للاتحاد الأوروبي المنقسم يقومون بحملات عقيمة لإعادة إحياء أجندتهم البالية للهيمنة من خلال العناية المركزة والذي أصبح ظاهرة آنية تسير عدم الاستقرار العالمي. وأوضح الرئيس سياس أفورقي أصدرت واشنطن مؤخرا وثيقة سياسية بشأن إريتريا والتي لا تحتوي على محتويات جديدة تحت عنوان استراتيجية قطرية شاملة هدفها شطنة إريتريا وتشويه سمعتها وتوجيه اتهام كاذب لقوات الدفاع الإريترية بارتكاب انتهاكات. وإن الذعر الذي تظهره من الخدمة الوطنية واضح بالفعل.
مشيرا إلى أن الهدف النهائي للاستراتيجية هو عزل إريتريا وإضعافها من خلال العقوبات الاقتصادية وتغويض دور إريتريا في المنطقة والحد منه وابتكار وسائل مختلفة للخداع وتجنيد الأجيال القادمة في البلاد. إن كون الوثيقة بمثابة إعلان حرب أمر لا يحتاج إلى شرح، وهي لا تخفي مخاوفها من الصين تأثيرها المتزايد والخطر الذي قد يشكله ذلك عليها. تزعم الوثيقة أن الصين تعمل للهيمنة على الأمم المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستعمل بقوة لاحتواء الصين، منعها من الاستثمار في إريتريا واجتزاز نفوذها في البلاد. الهدف النهائي للاستراتيجية هو عزل إريتريا وضعفها من خلال العقوبات الاقتصادية، وتتضمن الاستراتيجية أيضا تغويض دور إريتريا في المنطقة والحد منه وابتكار وسائل مختلفة للخداع وتجنيد الأجيال القادمة في البلاد. وقال مثل هذه التدخلات الطائشة تبرز إخفاقات الإدارة وإفلاسها، وإن العلاج الشامل والطريق إلى الأمام يتمثل في مراجعة خطوط المقاومة وصقلها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية. وأوضح الرئيس إسياس أفورقي أن استقلالنا وسيادتنا وصفوفنا المتماسكة الذي عززته تجاربنا المظفرة والمتراكمة تلهمنا أكثر لمضاعفة جهودنا في مسيرة التنمية والازدهار. وليست هنالك حاجة للتذكير بأن الخطط المعدلة في البنى التحتية والطاقة والمياه والثروة البحرية والزراعة والتعدين والخدمات الاجتماعية ومناطق الاستثمارات العامة الواسعة التي تحتاج إلى مشاركتنا النشطة، ولن نتراخى أمام العدائيات، فقد استغلنا استقلالنا وسيادتنا ووحدتنا، ولن نشعر بالرضا عن النفس حتى نؤمن تنميتنا ونخلق جوا سليما ومستقرا. شهد الاحتفال الذي استمر لأكثر من 2.5 ساعات المارشات العسكرية والفعاليات الفنية. بعث رؤساء دول جنوب أفريقيا وليبيا وإيطاليا وفرنسا ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال 32. وعبر رؤساء جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وجنوب أفريقيا ماتيميل سيريل راموس وليبيا الدكتور محمد يونس المنفي وإيطاليا سيرجيو ماتريسي وفرنسا مانويل ماكرون في برقياتهم عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والتقدم والازدهار للشعب الإريتري. وذكروا استعدادهم للعمل مع إريتريا لتعزيز علاقتهم بلادهم بإريتريا، مؤكدين جاهزيتهم للعمل إلى جانب إريتريا، ذاكرين دور إريتريا في إرساء السلام الإقليمي. وقال رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جي بينغ أن ذكرى الاستقلال 32 لإريتريا تعني ذكرى 30 عاما للعلاقة الدبلوماسية الإريترية الصينية، مشيرا إلى أن العلاقة الإريترية الصينية التي استمرت 30 عاما حققت تطورا ملموسا بالتركيز على الصداقة والإخلاص والتطور المشترك والعلاقة والتعاون المشترك في المصالح والتحديات. وذكر التفاهم المثمر والمهم الذي توصل إليه مع الرئيس إسياس أفورقي في بكين خلال زيارة فخامة الرئيس إسياس أفورقي في الصين من 14 وحتى 19 من مايو لتعميق العلاقة الثنائية والشؤون الإقليمية والدولية، معبرا عن أمنيته الكبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر. استقبل الشعب الإريتريي 24 من مايو بفخر واعتزاز كبيرين، وتدفق آلاف المواطنين يومي 22 و 23 من مايو إلى شوارع أسمرة لمتابعة مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي قدمتها مختلف الفرق الفنية. وأوضح المواطنون بأن استغلالنا هبة الشهداء، مشيرين إلى استثنائية احتفال هذا العام والحفاوة الذي منحه كأس هدية الاستقلال الذي زار البلاد عامة. وذكروا يجب علينا الحفاظ وحماية الاستقلال الذي تحقق بتضحيات كبيرة وتوريث قيم النضال للأجيال. وأوضح المواطنون القادمون من دول المهجر عن فخرهم لقدومهم للاحتفال بعيد الاستقلال، معربين عن سعادتهم وارتياحهم لمشاهدتهم الفرح في جميع المشاركين في الاحتفال عامة والأوضاع القائمة خاصة. هذا وأطلق صباح اليوم 21 قذيفة على شرف عيد الاستقلال.
احتفل إقليم شمال البحر الأحمر يوم أمس 23 من مايو بالذكرى 32 للاستقلال في حفل أقيم في مصوع. شارك في الحفل قائد القيادة الشرقية العميد أبراهام عندوم وقائد هيئة أركان القوات البحرية العقيد ملاك تخلى مريم ومسؤولو الحكومة والجبهة وقيادة الجيش وأعضاء المجلس وممثلي الشعب. وقالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في المناسبة بأن عيد الاستقلال هذه السنة جاء في الذكرى 30 للاستفتاء والانتصارات الباهرة في مختلف المجالات والمضي قدما في برامج البناء. وأكدت على أهمية التنسيق القوي والتفاني في برامج التنمية والبناء عامة وأنشطة النفير لحماية التربة وحفظ المياه خاصة. وقالت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات السيدة زينب عمر أن الاحتفال ينظم ببرامج تعكس البطولات والتفاني المتوارثة ومنح كأس هدية الاستقلال الاحتفالات مضمونا كبيرا. وذكرت أن الاحتفالات بعيد الاستقلال بدأت من 15 من مايو بأنشطة رياضية وثقافية وفنية وحفلات شعبية ومسيرات للشعب والجيش. وشكرت كل المساهمين لإنجاح برامج الاحتفالات. شهد الاحتفال مناشط فنية حيتها فرقة أوكانا ونسري والاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية مصوع وغيرها. احتفل إقليم عنسبة عصر يوم أمس 23 من مايو في مدينة كرن بالذكرى 32 لعيد الاستقلال. وشهد الاحتفال الذي شارك فيه حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش ورجال الدين والأعيان وجمع كثير من المواطنين. شهد برامج وفقرات فنية وثقافية عكست مراحل تحقيق الاستقلال وحمايته والعقبات التي اجتازها الشعب الإريتري. وحفلت العروض رفع طلاب 62 من أعلام إريتريا والجبهة الشعبية تعكس الكفاح المسلح الذي استمر عشرات السنوات وشعارات تبرز معنى حفنة التراب التي كانت تتجول مع هدية الاستقلال إضافة إلى عملية الاستفتاء وتصدي حملات نظام الوياني. وهنأ رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيد سراج حج الشعب الإريتري وقواته الدفاعه الباسلة معبرا عن تمنياته الروح الوطنية العالية التي يبدأها المواطنين لاستقبال هدية الاستقلال التي تجولت كافة البلاد منطلقة من نقف الصمود. وقال حاكم الإقليم السفير عبد الله موسى أن برامج التنمية المنجزة خلال سنوات الاستقلال الماضية مشرفة إلا أنه يتطلب العمل المضاعف لمزيد من الفعالية داعيا لتعزيز أعمال الجماعية المنتظمة لإنجاح الحملة الخضراء وإصلاح مساقط المياه. وقد تم تكريم مديرية علاب رعد لما أبدته من استقبال مسهل لهدية الاستقلال، فيما استلمت مديريات أصمات وحلحلة وحمل مالو وكران شهادات تقديرية. احتفل الإريتريون المقيمون في أستراليا ونيوزيلندا بعيد الاستقلال. وأوضح قنصل إريتريا العام في أستراليا سيد محاري تخستي في الاحتفال الذي جرى يوم 13 من مايو في مدينة بيرث في غرب كندا بحضور عدد كبير من المواطنين والأجانب. أوضح أن الاحتفال هذه السنة يجرى في مرحلة مبشرة من إعمار البلاد. واحتفل الإريتريون في مدن ملبورن وبريزيان وسيدني وإيرلاند الأسترالية وكذلك نيوزيلندا بالذكرى 32 للاستقلال يوم 20 من مايو. وزاد الاحتفال حفاوة زيارة كأس هدية الاستقلال. حوت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية عكست المناسبة العظيمة. ونظم الإريتريون في نيروبي الكينيا برامج رياضية بمناسبة عيد الاستقلال. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. البلاد تحتفل بعيد الاستقلال. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. حفلات شعبية تشهدها البلاد بعيد الاستقلال.
إقليم شمال البحر الأحمر يحتفل بعيد الاستقلال. إقليم عنسبة يحتفل بالذكرى 32 للاستقلال في مدينة كران. الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا يحتفلون بعيد الاستقلال. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.